السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الفلوق. حنايا مسافرين لمدينة عين اللوح، دابا حنايا في الطريق ان شاء الله. مدينة عين اللوح بالنسبة اللي ما كيعرفوهاش هي واحد المدينة كتواجد بالاطلس المتوسط. مدينة صغيرة، هي قريبة بشي نصف ساعة كدا ولا ثلث ساعة لأزرو والإفران. مدينة زوينة وصغيرة وفيها الكلم. اكيد ان شاء الله غادي تعجبكم. حنا دابا راه حنايا في الطريق، وفي هذا الاثناء بنت لينا الهنديه هنايا في الطريق كتباع. حبسنا باش لقاونا ناخدوها ونديوها معنا. خدينا واحد دوك جوج ثلاثه هكذايا صغيورين كحل كما كتشوفوا، وحنا دابا شادين الطريق. ان شاء الله هاد الفلوق كنتمنى يعجبكم، وما تنتمنى تتفرجوا حتى الاخر ان شاء الله، باش لانه غيكون زوين باذن الله غادي يعجبكم. من بعد ما وصلنا لمدينه عين اللوح كما كتشوفوا، الطبيعه غزاله 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 بزاف البنات، واكيد الناس اللي كيعرفوها راه كيعرفوا الطبيعه اللي كتمتاز بها هاد المدينه هادي. وهذا الصباح شوفوا الجو كي تيكون غزال، الجو نقي صحي، ما فيه لا تلوث لا حتى حاجه، لان كما كتعرفوا هنا ما كاينش لا مصانع لا شركات لا حتى حاجه. الجو غزال والهدوء. اللي بغى الهدوء واللي بغى الكالم اللي بغى هذه افضل مدينه ومكان اللي تجيو وتعيشوا فيه نقي، دوزوا فيه وقيت زوين. كما كتشوفوا هنا الدار كطلنيش على هذا المنظر هذا. كما قلت لكم حنايا هنايا الدار كتطل على هذا المنظر هذا. غزال غزال، الطبيعه زوينه بزاف، والخضوريه اكثر كاع فصل الربيع تيكون الجو زوين والخضوريه كما كتشوفوا. هنا الجبال قدامنا، وشوفوا الديكور كي داير تيحمق. انا كتعجبني هاد المدينه هادي بالجو اللي فيها نقي، ما الانسان ما كيمرض ما والو، حتى المول الحساسيه هنايا ما كيمرض ما والو، لان الجو كما كتشوفوا صحي بزاف بزاف. من بعد البنات ما فطرنا ولبسنا حوايجنا، دابا حنايا طالعين لاجابو. واخا ما صورت لكمش البلاصات ما في وسط اجابو، حنا دابا طالعين لواحد البلاصه فوق منه زوينه بزاف، وتيجيو لها الناس هكذا اللي بغى يتصور فيها واللي بغى يدي مثلا الكاسكروت ديالو ويجلس تمايا، ولا يطلع فطور ويجي لتما غزال كما كتشوفوا. هاد البليصه هادي زوينه زوينه بزاف، والجو غزال وصحي، ما فيه لا كما قلت لكم لا تلوث لا مصانع لا حتى حاجه لا دخان لا والو. هاد الحجرات هادو هكذايا كما كتشوفوا ديكور زوين. كيجيو ليه الناس بحال هكذا اللي بغى يتصور، ولا اللي بغى يجلس هكذا يدير كاسكروط هنايا، ولا الطبيعه زوينه زوينه بزاف. هاد المدينه هادي كتمتاز بهاد المناظر هادو. وللاسف هنايا بنتي هي عجباتها البلاصه، عجباتها بزاف، ما بغاش كاع تخرج لنا من هنايا.
عافاك ماما نزيدو شويه، عافاك ماما نزيدو شويه. يعني البلاصه زوينه بزاف، اكيد تعجب الصغار وحتى الكبار اللي مشى لها، زعما زوينه بزاف. مع احنا ما كنجلسوش في المدينه النهار كامل، بحال دابا هني اللي يجي العلوح بامكانه يهبط الازرو، يهبط الافران، يمشي لعيون ام ربيع، يمشي لويوان. يعني كتساراو كاينين بلايص فين كتساراو. وعلوح حنا كنديرو غير بحال شكل اوتيل، كنجيو كناسو من الصباح كنخرجوا حتى الليل، عاد تنجيو نباتو تما ياك عند جدي، لان كاينه الدار تما ديال جدي كنمشيو عنده. ايوا هنايا كما تتشوفوا هنايا هاد البلاصه هادي سميتها اقبه. تتبان علوح كامله منين كتطلعوا هنايا في هاد البليصه هادي، كتبان لكم علوح كامله في الوسط. زوينه هاد البلاصه، كيجيو لها الناس. دابا هنايا راه الدنيا خاويه، اما راه كتكون عامره بالناس هكذا تيجيو كيجلسوا هنايا. يعني بلاصه فنه ان شاء الله. بالنسبه اللي ما كيعرفوهاش، اكيد الا زرتوها مدينه زوينه غادي تعجبكم ان شاء الله. والناس بساط وكرامه والجود والكرم والناس ديال التكبيره. عمرني ما شفت زعما شي ناس ديال التكبيره، واخا راه المغرب كامل الحمد لله الناس ديال التكبيره، ولكن الاطلس المتوسط الكرم ديالهم والترحب ديالهم والبشاشه ديالهم، كلشي فين ما مشيتي يرحبوا بك، فين ما مشيتي يعرضوا عليك. الناس ديال التكبيره وديال تحمره الوجه، صراحه الله يعطيهم الصحه. هنايا هاد البلاصه هادي كما قلت لكم سميتها اقبه. شوفوا غير الشجر والطبيعه والجبال، يعني زوينه بزاف هاد البلاصه. من بعد ما تسالينا في علوح وجلسنا شي شويه، حنا دابا شادين الطريق الازرو، غنمشيو ان شاء الله غادي نتغداو تمايا ونتساراو فيه شي شويه حتى هو. وصلنا هنايا لواحد القهيوه تغدينا فيها، خدينا كما كتشوفوا هنايا الدجاج والروز والفريت. هاد البلاصه هادي كدير الماكله زوينه بزاف. بنتي ما بغاتش الدجاج، خديت ليها التاكوس والفريت. غادي نجلسوا ان شاء الله نتغداو ونرتاحوا شي شويه، عاد غادي نكملوا ان شاء الله طريقنا للسلا كما قلت لكم. حنا دابا شادين الطريق ان شاء الله، غادي خارجين من ازرو وشادين الطريق ان شاء الله لسلا. وحنا في الطريق وصلنا لمنظر ايطو كما كتشوفوا. قلت ندخل نصور بنتي فيه، منظر زوين. عمرها ما جات شافته هنايا هي، وجيت نصورها فيه. واخا البلايصه زويونه صغيره، منظرها زوين. كيدخلوا الناس هنا كيتصوروا ولا يجلسوا يرتاحوا، ولا بلايصه زوينه كما كتشوفوا. من بعد كملنا طريقنا ان شاء الله لسلا. من بعد ما دوزنا واحد يومين او 3 ايام، غزاله تسرينا فيها وشبعنا الحمد لله، ضحك ونشاط وفوجنا وارتاحينا. دازت تبارك الله ديك 3 ايام غزاله. وحنا دابا وصلنا على خير، وصلنا للدار بخير وعلى خير، اللهم لك الحمد. وحنا دابا حدا الدار. من بعد ما دوزنا واحد سفر غزال داز زوين بكل النشاط ديالو، بالراحه، بكل شيء، الحمد لله اللهم لك الحمد. كنتمنى يكون عجبكم هذا الفلوق، وكنتمنى تكونوا تمتعتوا معنا في هاد البلايص والمناظر الطبيعيه الزوينه. كنقول لكم شكرا لكم على حسن المشاهده، والى فيديو قادم باذن الله.